أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام. يعيش المغرب هذه الأيام على إيقاع الانتخابات المحلية والجهوية المزمع إجراؤها في 4 شتنبر، والتي ستجرى في ظل الدستور الجديد لسنة 2011، والذي تضمن فصولا تهم مغاربة العالم. فما هي انتظارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج من هذه الانتخابات؟ وما هي الأسباب والعوائق التي حالت دون مشاركة الجالية المغربية في تدبير الشأن المحلي والوطني؟ وما هي الظروف التي هيأت الحكومة الحالية لتنزيل مضامين الفصل 17 من الدستور الجديد؟ وهل يدخل مغاربة العالم ضمن أجندة وبرامج الأحزاب السياسية؟ تتواصل بالمغرب حملة الانتخابات المحلية والجهوية، والتي حدد لها يوم الجمعة المقبل موعدا لإجرائها كأول انتخابات تجرى في ظل الدستور الجديد لسنة 2011، الذي خص مغاربة العالم بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. بالنسبة للانتخابات الجماعية، كنتمناو من المسؤولين يكونوا في المستوى، وكما كنقولوا يعني الرجل المناسب في المكان المناسب. ان شاء الله احنا كجاليه مغربيه في الخارج كننتظروا من المسؤولين يعني ان شاء الله باش الى المسائل الاداريه، يعني الا جينا نصوبوا شي حاجه ان شاء الله يعني يكونوا في احسن الظروف، يعني باش ما يكون تاخير في الوثائق. الانسان كيجي مع 2 3 سيمين يعني حشومه، يعني ما يتيسروليش هاد المسائل ديالو. وللمواطنين وجهوا هذا النداء: إن التصويت حق وواجب وطني وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، ووسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم. ودعا الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2005 إلى ضرورة مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية والحق في ممارسة المواطنة الكاملة والمشاركة في تدبير الشأن العام، والتأكيد على أن مغاربة العالم لهم نفس الحقوق السياسية والمدنية التي يخولها القانون لكل المغاربة سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه. لأن الجالية المغربية لديهم الحق باش يترشحوا في المغرب. هنا السؤال تيطرح، والجواب اللي صعيب نقدر نجاوب عليه هنا هو أن جالية مغربية من المغاربة اللي مقيمين سواء في أوروبا وفي أستراليا وفي أمريكا وفي أي مكان تينتظر تيمشي للمغرب شهر أو شهرين تيقول أنا بغيت نترشح، وإلا ترشح فين غادي يقيم؟ واش غادي يقيم في المغرب باش يخدم البلاد، ولا غادي يجي لأوروبا هو خدام فيها وتابع أشغال في أوروبا ولا في البلاد؟ هذا عائق بعدا بالنسبة لواحد السيد اللي يمكن يترشح في البلاد. الا مشى حتى ترشح واش يبقى تما، وبالنسبه واش غادي يخدم تما ولا يخدم هنا؟ وهذا انا بالنسبه لي عندي علامه استفهام في هذا النطاق هذا. انا تنتظر من هذه الانتخابات هادو باش تكون المصلحه العامه للمواطن، لان الانتخابات الفائته الناس تيوعدوا الناس بالكذوب وما تيكاين شيء. ودروك هذه المره هذه تنتمنى من السيد بن كيران بان خدم البلاد، تنتمنى الناس زعما اللي يكونوا مزيان يرشحوا على الناس اللي في المستوى، ماشي الناس اللي تيكذبوا على الناس ويجوا يقول لهم حنا الوعود الكاذبه، يقول لي راه بغينا نديروا هكذا بغينا نفعلوا وفي الاخر تيجي وتيدير واحد المصلحه ديالو الشخصيه وتيخلي المصلحه العامه. وأدى تماطل الحكومات السابقة والحكومة الحالية في عدم تنزيل مضامين الخطاب الملكي لسنة 2005 إلى حرمان مغاربة العالم من ممارسة حقوقهم الدستورية وعدم إشراكهم في تدبير الشأن المحلي والوطني، خاصة وأن أفراد الجالية المغربية أبانوا عن قدرتهم وكفاءتهم في العمل السياسي ببلدان إقامتهم، الأمر الذي أكسبهم تجربة لا يستهان بها تؤهلهم للمشاركة في الحياة السياسية المغربية وفي بناء المغرب الجديد الذي ينشده الجميع. لاحظنا بان في البرامج ديال الانتخابات يعني ما حتى شي بوند ما هضروش يعني ما هضروش على المهاجرين. يعني احنا يعني اللي كننتظروا منهم حنا وهو يوفوا بالوعود ديالهم في المغرب ويتقوا الله وينفذوا داك الشيء اللي كيوعدوا به الناس. لان في المغرب ولا اي بلاصه تسول اي واحد يعني اشنو تنتظر من الانتخابات، غايقول لك ما كنتظروا منهم والو، لان يعني التجربه ديال السنين
كل عام كيجيو وكيقول لك راه غنديروا لكم غنفعلوا لكم، لا بالنسبه لنا حنا اللي في الخارج ولا بالنسبه اللي في الداخل. يخوض 30 حزبا غمار الاستحقاق الانتخابي للمنافسة على أكثر من 31 مقعد، ويرى مراقبون أن الصراع على المراتب الأولى سيحتدم بين أحزاب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة. وتعتبر انتخابات 2015 اختبارا حقيقيا لقياس مدى شعبية حزب العدالة والتنمية عند الناخبين، كما تعتبر محكا صعبا لحزب الأصالة والمعاصرة في مدى قدرته على إعادة سيناريو انتخابات 2009 حيث فاز بالرتبة الأولى متقدما على أحزاب كانت بالأمس القريب تحظى بشعبية كبيرة في كل ربوع المملكة.